لو نفسك تعملي أكلة حلوة تشبع وتغذي ولادك وتفرحهم، ابعدي شوية عن أكلات الفاست فود وتعالي شوفي معايا الحمام الكداب محشي فريك على أرضية بطاطس. الخضار بيشرب كل النكهات اللي نازلة من الفراخ، وكمان معاه طاجن فريك، وكمان معاه حلة رز أبيض. خطيرة خطيرة يا جماعة. وقبل ما ابتدي الوصفة بتاعتي عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، مش كل وصفة حلوة تبقى غالية. قبل ما تبتدي أي حاجة في مطبخك لازم تسمي الله وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان حاجتنا تزيد بركة. يلا بينا. أول حاجة معايا هنا الحمام الكداب، طبعا حطيته في مية نقع، عبارة عن 3-4 معالق من الدقيق، ومعاهم معلقة من السكر، معلقة من الملح، عصير ليمونتين والقشر بتاعهم. تمام كده. وسبتهم حوالي من نص ساعة لساعة إلا ربع، أو حتى لو أقل حاجة خالص ربع ساعة. دلوقتي هروح اشطفهم شطفة نهائية، وبعد كده هسيبهم يتصفوا. ودلوقتي هنحضر لطاجن الفريك. علشان نحضر طاجن الفريك لازم نغسل الفريك كويس قوي ونكون منقينه قبلها. والخطوة اللي انا هقول لكم عليها دي مهمة جدا. بجيب الفريك الكمية اللي انا عاوزاها، طبعا انا مستخدمة هنا 300 جرام، يعني ربع كيلو وشوية، كمان حوالي 3-4 معالق كمان على الربع كيلو. غسلته طبعا، نقيته كويس وغسلته كويس جدا، وبعد كده حطيت له ميه مغليه زي ما شفتوا كده. وسبته بقى حوالي مثلا ساعه ساعتين عقبال ما اخلص كل الحاجات اللي انا وراه. طبعا لما رجعت وبصيت عليه زي ما انتم شايفين، الحبايه بتاعت الفريك بدل ما كانت محصوله وناشفه نفشت معانا، وكمان الفريك تضاعف معانا، يعني بقى الضعف معانا. هركنه كده على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا حوالي كده نص كيلو من البطاطس او كيلو الا ربع. بصي استخدمي الكميه اللي انت عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك. البطاطس قشرتها وغسلتها غسله كويسه، وقطعتها زي ما انتم شايفين مكعبات، وحطيتها في ميه علشان انتوا عارفين البطاطس بتسمر لو من غير الميه. ودي الفراخ جاهزه معانا ومتصفيه تمام. وعندي الطبق ده فيه ميكس ما بين الجبنه التركي والجبنه الشيدر. وعندي كمان البصل هنا حوالي كده بصلتين كبار متقطعين لحتت صغيرة. انا دلوقتي هحضر للحشوة بتاعة الحمام الكداب. عندي كمان قرنين 3 من الفلفل الكوبي، وعندي كمان طماطم من غير البذر بتاعها، طماطم ناشفة من غير البذر اللي بيبقى جوه ومش طرية. هنزل بكل الحاجات اللي قلنا عليها دي في قلب الصينية اللي انتوا شايفينها. تمام. ودي هتبقى الحشوة بتاعة الحمام بتاعنا او بتاعة الفراخ بتاعتنا. نزلت بقى بنص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسمر، وحطيت كمان حطيت بهارات فراخ، وحطيت كمان سماق. وهبتدي بقى أمرش كل الكلام ده كده. أنا عايزة أنزل كل السوائل اللي بتبقى في قلب البصل. ومعذرة إن أنا بعمل بإيدي، الأكل اللي إحنا بنعمله ده هناكله في بيتنا، فكل ست بيت بتعمل الأكل في بيتها بإيديها. لو شغالة في مطعم أو في أي مكان بعمل وأنا لابسة جوانتي. تمام كده عشان سلامة الغذاء. طبعا أنا واخدة كورس في الحاجات دي وفاهمة كل حاجة، بس أنا بشتغل من قلب بيتي. تمام. نزلت على كل الكلام ده بعد ما مرشته بإيدي كويس قوي. نزلت بعصرة ليمونة كاملة. الليمون بيدي مزازة وطعم حلو قوي للحشوة بتاعتنا، ممكن تستغني عنه لو انت مش حابة. نزلت بقى بميكس الجبنة اللي انتوا شايفينه ده، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين حطيتهم كده في طبق علشان نفرد الفراخ بتاعتنا في قلب الصينية ونبتدي نحشي الميكس الجميل بتاعنا. بجيب بقى كل ورك وبفرده زي ما انتوا شايفين كده، وبوسع كده علشان ابقى شايفة انا هدخل الحشوة ازاي وفين. بيبقى فيه جزل كده من اللحم في قلب الورك، بيبقى متجزل، يعني معمول جزل كده. فانا بفك الجزل دي علشان تكون متساوية مع الجلد اللي بيبقى من تحت، علشان لما اجي احط الحشوة يبقى الجزل اللحم مفرودة معانا. وباخد كده جزء من الحشوة وبتك كده على الجزء العلوي بتاع الورك اللي هو بيبقى فيه العضماية بتاعة الدبوس. تمام. الحمام المحشي الكداب لازم العضماية دي تكون موجودة، يعني لو مش انت اللي هتخلي الوراك تقولي للفرارجي يسيب العضماية اللي بتبقى في الدبوس، علشان دي اللي بتظهر لنا شكل الحمامية.
تمام، دي مهمة جدا. لو من غيرها بيبقى اكنك يعني الشكل ما بيبقاش حلو. عندي بقى هنا الخلة بتاعت الأسنان اللي هي الخلة الخشبية دي، ببتدي أقفل بيها كويس قوي، وقفلي كويس قوي وتطمني وتأكدي ان انت مقفلة الورك بتاعك علشان ما يفكش معاكي. لازم اقفل الورك من كل الجهات علشان ما يفكش معانا ويبقى محافظ على شكل الحشوة اللي جواه. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة مهمة، تقدري تحشي الحشوة اللي انت عايزاها. ممكن تحشي لحمة مفرومة او تحشي فريك من الفريك اللي احنا عاملينه، ماشي؟ يعني الحشوة اللي انت حباها. بس انا حبيت ان انا اعمل الحشوة دي، اولا بتخلي طعم الفراخ حلو قوي، وبتديكي ريحة وانت بتاكلي الفراخ، ريحة الجبنة مع البصل مع الطماطم مع الفلفل. بصوا، جربوها بجد، يعني مش هتندموا عليها، هتجربوها في كل وصفاتكم. وعلى فكرة الطريقة دي والحشوة دي انا طلعت فيها قبل كده في برنامج على التلفزيون، ونالت استحسان واعجاب الناس جدا جدا جدا. فاعملي الحشوة دي واعتمديها لان هي فوق الممتازة. كمان هقفل كده كل الوراك، وانتوا طبعا الصورة بتتكلم. عملنا اول ورك وده التاني، وانا عاملة مجمل الوراك، عاملة 3 وراك حجمهم كبير. ووصفة الحمام الكذاب لازم تختاري الورك يكون حجمه كبير علشان يملى العين كده ويكون شكله حلو وباين، وتعرفي تحشيه وتعرفي تقفليه براحتك جدا. يعني ما ينفعش تعملي الحمام الكذاب بأوراق صغننة، ما ينفعش. لازم الأوراق تكون كبيرة وتكون باينة علشان تعرفي تحشيها وتعرفي تربطيها كويس. طب لو ما عندكيش الخلة ديت، تقدري بالخيط بالإبرة زي أهالينا زمان كانوا بيخيطوا الفراخ، ما كانش فيه خلة ولا كلام من ده. ممكن بالخيط كده وتروحي مربطاها أو تخيطيها بالخيط عادي خالص، ما فيهاش حاجة. كده خلصنا الحشو الوراك بتاعتنا والتدبيس وكل حاجة. ودلوقتي هنحضر مع بعض طاجن الفريك. حطيت طاسة على النار فيها معلقتين 3 من الزيت، وكمان معلقة من السمنة البلدي. والسمنة البلدي دي أنا عاملاها معاكم في القناة قبل كده، ادخلوا شوفوا الفيديو فوق الممتاز. نزلت ببصلتين كبار مقلبزين، ومقطعة البصل حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كمان بورقتين من الورق اللورا، وببتدي اقلب واشوح البصل كده. انا مش عايزاه ياخد لون قوي، انا عايزاه يتشوح معايا وياخد لون ذهبي خفيف زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بعد كده بقرن فلفل متقطع حتت صغيرة، والاختيار ليكي، حباه سبايسي حطيه، حباه عادي حطيه. بعد كده زحت البصل على جنب بالفلفل، ونزلت بفصين من التوم صغيرين وقطعتهم حتت صغيرة وشوحتهم. لما ريحة التوم بدأت تطلع، نزلت بالفريك وقلبت بقى كل الميكس ده مع بعضه. طبعا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، الفريك كان يعتبر انا الحركة اللي انا عملتها فيه ان انا ساعدت على تسويته. هو كده مش هياخد معانا وقت خالص، لان الحبيبات بتاعة الفريك كانت متفتحة معانا، وبسم الله ما شاء الله يعني اكنه مستوي. عندي هنا حبهان، والحبهان انا بحب احطه في خلة علشان لما نيجي ناكل بالمعلقة الفريك ما الحبهان. انا عندي الولاد وجوزي بيتضايقوا منه لما بياكلوا ويلاقوه فجأة في بقهم، فلازم احطه في خلة كده علشان بعد ما بخلص وقبل ما احطه في الطاجن باخد الخلة دي ارميها. نزلت بقى زي ما انتوا شايفين بطماطمية كبيرة كده متقطعة حتت صغيرة، تمام. وبعد كده بشرت كده بشرت جوزة الطيب، لان بيبقى لذيذ قوي قوي مع الفريك، تمام. وهبتدي اقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. كده الفريك استوى 3/4 تسوية. هنبتدي ندوقه كده، لو محتاج ملح محتاج اي حاجة. طبعا ضفتله فلفل اسمر، ضفتله كل حاجة، توابله مظبوطة جدا. الطاجن ده كنت مسخناه في الفرن ومسحاه بمسحة سمنة كده خفيفة، تمام.
بعد ما طلعته من الفرن سبته في الفرن حوالي كده 7 ل10 دقايق. نزلت عليه بالفريك بتاعنا. انت ممكن تكملي باقي الخطوات على البوتاجاز، بس انا حابة الشكل يبقى احلى، فعشان كده حطيته في طاجن وهدخله الفرن. يعني الخطوة دي مش لازم تعمليها لو انت مش حابة. حطيت له ربع كوباية من المية علشان بس ما يتحرقش مني في الفرن. من ربع كوباية لنص كوباية من المية فقط، ما تزوديش عن كده. وهغطيه علشان لما يدخل الفرن ما يتحرقش مننا وينشف. ولو ربنا كرمك كده وعندك حبة جبنة موتزاريلا، ممكن تحطي فوق طاجن الفريك حبة موتزاريلا من فوق الوش، هيبقى عظمة. دلوقتي بقى تعالوا ندي الفراخ بتاعتنا صدمة علشان يبقى شكلها حلو ويفتح النفس كده قبل ما ندخلها ونعمل باقي الخطوات. بديها صدمة كده زي ما انتوا شايفين. ليه؟ علشان اقفل المسامات بتاعة الورك واخليه محافظ على شكله، اللي هو الهيئة بتاعة الحمامية كده. وفي نفس الوقت ما ينزلش العصارة بتاعته، ويحتفظ بيها ويدينا لون جميل للفراخ بتاعتنا. شايفين شكله؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. شكله يتاكل ني، طبعا هو لسه ني بس احنا بنديله صدمة علشان نقفل المسامات بتاعته ويكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الخطوة دي اختيارية بس خطوة مهمة جدا، بتحافظ على هيكلة وشكل الورك اللي احنا عاملينه، قال يعني حمام يعني. هندحرجه بالشكل ده في قلب الطاسة عشان احنا مش عايزين نقلبه بالمعلقة كتير، فبدحرجه كده افضل من ان انت تقلبيه. سيبته يتشوح على كل جنب شوية وبعد كده هشيله. شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله. بنقله بقى في طبق على جنب. وفي نفس الطاسة المسكينة بتاعتنا اللي احنا تعبينها معانا، هنزل بقى ببصلاية كده حلوة ومعاها ورق لورا، وهديهم تشويحة خفيفة. وطبعا بشوحهم معاهم رشة كده من الملح علشان البصل يدبل، انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه يدي اللون الخفيف. نزلت بقرن فلفل حامي بقى بارز زي ما انت عايزة، انا حطيت قرن فلفل حامي عشان احنا بنحب الاكل السبايسي كده المشعوط. بقلب الفلفل مع ورق اللورا مع البصل، وهنزل عليهم بمكعبات البطاطس. انت ممكن الخطوة دي تعمليها ني في ني، يعني تحطي كله على بعضه ني في ني، بس انا حابة ادلع طبق البطاطس بتاعي، حابة ريحته وطعمه يبقى فيهم التست عالي شوية، فعشان كده عملت الخطوة دي. انت مش حباها ممكن تقطعي كله وتعمليه ني في ني. نزلت بطماطمايه متقطعة حتت صغيرة، ونزلت عليها كمان بمكعب من بهارات الفراخ، ونزلت برشة او بجرشة كده من جوز الطيب. جوز الطيب هتدي طعم حلو قوي قوي للوصفة ديت. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. طبعا انا دلوقتي لسه برضو بجرش في جوز الطيب، نزلت بفلفل اسمر، وهظبط الملح على حسب رغبتك طبعا. هبتدي اقلب كده الميكس الحلو اللي احنا عاملينه ده. طبعا مع الزيت حاطه معلقه سمنه بلدي، والسمنه البلدي اللي انا عاملاها في البيت يا جماعه فوق الممتازه، بتخلي الاكل خطير. بقلب الكلام ده كله. عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا، هنزل بكوبايه من الميه علشان الكوبايه الميه دي هتسوي لنا البطاطس شويه. يعني انا عايزه البطاطس تكون نص تسويه، علشان البطاطس بتاخد وقت اسرع من الاوراق لما تتحط معاها في الفرن. يا دوبك كده تقليبتين وطفيت عليها. هحط البطاطس بتاعتي في القالب البايركس بتاعي، تقدري تستخدمي اي صينيه انت حباها. نزلت بالبطاطس وفرشتها من تحت كأرضية، وهحط عليها الحمام الكداب بتاعنا. والله كلمة كداب دي حرام انها تتقال، يعني هو حمام، هو شكله حمام بس يعني طعمه كمان يا جماعة خطير. يعني مش لازم كل شوية يعني نزعله ونقول عليه كداب، يعني هو جميل والله، ولا كداب ولا حاجة، ده هو قمر اهو معانا. هدخل الصينية الفرن بقى على أعلى درجة حرارة، بس أنا هغطيها في الفرن.
بعد ما اغطيها في الفرن هتقعد من نص ساعة لساعة الا ربع. تمام. لازم تغطيها في الفرن، الخطوة دي مهمة. انا هنا بوريكم ان انا عملت حلة رز ابيض بالسمنة البلدي يا جماعة، طالع مفلفل واللون البياض بتاعه شاهق كده يفتح النفس. شايفين طبعا شكله يعني بيتكلم عن نفسه. رزاية مفلفلة ولا غلطة. عشان نكمل سفرتنا بأحلى طبق رز وأحلى طاجن فريك. بصوا الفريك طلع من الفرن، هقلبه قدامكم. اللهم بارك، شكله يفتح النفس وطعمه يا جماعة فوق الخطير. واخد طبقة من فوق الوش حلوة قوي، ولما قلبته من جوه واخد لون ذهبي يعني يشرح القلب كده. غرفت بقى الأطباق بتاعتنا، طبق كبير فيه رز وفيه فريك، وجرنشتهم بشوية من البقدونس كده. وادي صينية حمام الكداب بمكعبات البطاطس. خطيرة، خطيرة يعني خطيرة، طعمها حلو قوي قوي قوي. ولاحظوا ان انا مش حاطة في مكعبات البطاطس صلصة، انا حاطة قطع طماطم حاجة بسيطة كده. وعايزة اقول لكم على حاجة، بعد ما صينية البطاطس بالاوراق استوت معانا، شلت الغطا من عليها وجبت بولة كده، حطيت فيها معلقة من الصلصة، نص معلقة من البابريكا، معلقتين من الزيت، ورشة ملح ورشة فلفل أسمر. قلبتهم في قلب بعض ودهنت بيهم الأوراق من فوق الوش عشان تدينا الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وسبتها في الفرن، في آخر حاجة في الفرن آخر رف، سبتها حوالي 5 دقايق علشان تكون ناشفة معانا، ما يكونش الأوراق طرية، تكون أكنها متحمرة. فاهميني طبعا. دلوقتي بقى أنا بغرف معاكم طبق رز بالفريك، وعليه مكعبات بطاطس، وعليه الورك الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. الأكل اللهم بارك يفتح النفس. مهم قوي في الأجازات نقعد مع بعض مع أولادنا ونعمل لهم أكلة حلوة تفتح النفس وترم عظمهم. يعني مش كل يوم هتعملي بطيخ وجبنة، أو هتعملي مكرونة وبانيه، أو هتعملي جبنة وعنب. يعني مش كل يوم عشان احنا في الصيف وفي الحر هتعملي أكل بسيط. الأولاد محتاجين أكلة دسمة طعمها حلو تغذيهم، ويعني تتجمعوا كده على سفرة حلوة مع بعض. وما تنسيش ان انا قلتلك في اول الفيديو مش كل اكلة حلوة تبقى غالية. كنت معاكم عزة سعيد.